بعد ما احنا شخصنا المريض عن طريق المثلث اللي احنا بنستخدمه علشان نوصل للتشخيص الدقيق عندنا، بنبدأ نشوف ايه هي العملية المناسبة للمريض بعد ما نجمع الداتا كلها من سنه لنشاطه لازاي الإصابة حصلت للداتا اللي احنا خدناها من الأشعة المقطعية واللي احنا خدناها من الرنين. نبدأ نختار. الاختيار بتاع العملية بيكون معتمد على ايه الإصابة ونوعها. لو الإصابة عبارة عن سوفت تيشو بس أو أنسجة، يعني الغضروف فقط هو اللي مقطوع ومفيش أي إصابة في العظم سواء في الجزء الخلفي من رأس عظمة العضد أو في الجزء الأمامي من الحق بتاع المفصل أو لوح الكتف، ساعتها بيكون الحل بسيط تماما. عن طريق المنظار بنصلح الغضروف زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي فوق، وبنعمل إعادة بناء للغضروف الأمامي لمفصل الكتف وبنرجعه مكانه تاني، وده بيكون حل بسيط وسهل ونسبة نجاحه بتكون عالية طالما احنا استبعدنا الإصابات.